هل أخبروكم أن الجنجويد هاجموا مدينة الدلنج ب3 محاور؟ وهل أخبروكم أن أبطال الدلنج جقموا في هذه المعركة 3 من أهم القادات في هذه المعركة؟ أولى المجقومين وده من أهم القادات على مستوى الجقم في الأيام اللي فاتت في معركة الدلنج، يعقوب الصادق شقيق الهالك ماكن الصادق، وده قائد المحور الجنجويدي الرزيقي. وبعده طبعا انتقم للرائد خلا جون كول روم، ده برضه من القادات بتاع النوير. والقائد الثالث المجقوم هو المليشي محمد التك، وطبعا ده قائد عملية المجموعة 13 فوجن، جميعهم تم جقمهم في محور الدلنج، غير الخسائر الرهيبة في العتاد والعدة. وكالعادة فروا تاركين قتلاهم وعرباتهم، وتركوا أسرى عدد كبير من البندقية الرخاص أبو $300 من الجنوبيين. حبابك أختي المذيعة، حبابك زي حال حبابك من المذيعين من النوير اللي تم أسرهم في هذه المعركة. هل يا ترى أخبروكم ماذا يفعل سلاح الجو في ال3-4 أيام والليلة؟ نفذ سلاح الجو يا إخوتي الكرام التابع للقوات المسلحة السودانية طلعات جوية رهيبة استهدفت أماكن كثيرة في مدينة النهود وفي الفولة، وأسفرت عن تدمير متحرك كان بقيادة أبو عبيدة السوري، وده طبعا ده الفني المسؤول عن تشغيل الطيران المسير. وطبعا القصف ده أدى إلى هلاك أفراد الطاقم والمجموعة اللي كانت معاه على الفور. وأبو عبيدة السوري حتى يوم أمس لم نتأكد حتى الآن هو في حالة سريرية وفي حالة حرجة خطيرة جدا، وإصابته إصابة بالغة حسب ما ورد إلينا من طوارئ دار حمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يورده موارد الهلاك يا رب العالمين. تابع مع شير وتكبيس طيب. هل أخبروكم يا إخوتي الكرام أن مسيراتنا الاستراتيجية والمباركة لم تتوقف على مدار الأسبوع المنصرم؟ وهذا الأسبوع مسيراتنا التي فتكت بمرتزق النوير في سوق الفولة والسجن الكبير وجامعة السلام، وأوقعت عشرات من الهلكة والتدمير عدد كبير من العربات القتالية. الحمد لله رب العالمين. سلاح الجو مسيراتنا تفعل بهؤلاء الجنجويد كالعادة ضرب وبل وفتك ومتك في كل الأرجاء. الحالة المعنوية للجنجويد حاسرة لكم إن شاء الله في الفقرة الأخيرة، وحوريكم قدر شنو هذه الميليشيا وصلت إلى مورد لا يمكن الرجوع منه بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن خلوني أعرض لكم على أبطال النيل الأزرق وما يحدث في النيل الأزرق. وألم تلاحظوا أن الجنجويد في لايفاتهم وعلى مستوى الميديا قد خف ذلك الاحتفالات وذلك الفرحة العارمة والكتابات الإسفيرية اللي يتحدثوا فيها عن انتصاراتهم وعن الدمازين وكده؟ لم يخبروكم عن فتك ومتك الميليشيا في النيل الأزرق، ولم يخبروكم أن حمود البيشي وفضل المولى قد أصيبوا بمسيرة وهم الآن في جنوب السودان في مستشفى يتلقون العلاج بين الحياة والموت. لم يخبروكم أن قيادة الفرقة الرابعة مشاه تفعل بهؤلاء الجنجويد شريكم زرادو، وقد تمكنت قواتكم من صد هجوم قادر استهدف منطقة الكيلي
جنوب الإقليم بعد معارك حاسمة أظهرت فيه قواتكم الباسلة درجات الجاهزية العالية والانضباط والبسالة، وأسفرت العملية دي عن أسر عدد كبير من الجنجويد وتدمير عدد كبير من العربات واستلام عدد كبير من الأسلحة الدوشكا والمدافع ال23 وهلاك أكثر من 100 عنصر لهذه الميليشيا. معارك تعكس كفاءة قواتكم المسلحة وجهوزيتها، وما زالت المتحركات تتوالى على النيل الأزرق. وبالله كما قلنا لكم ستكون النيل الأزرق مقبرة كل من دنست أقدامه تلك المناطق بإذن الله سبحانه وتعالى. لن يخبروكم الجنجويد الذين فروا من الميديا ما حدث لهم بمدينة سالي في النيل الأزرق، حيث تم جغم 90% من المتحرك بتاع الجنجويد، أكثر من 70 موتر و60 عربية. شرك كان معمول بجاهزية رهيبة وتكتيك كلية حربية فاخر. أدخلوا هؤلاء الفارات في قفص وتم الانقضاض عليهم. الحصيلة كانت 68 موتر انجغم واستلام 16 عربية وتدمير 13، والباقين فروا، وقائد الهجوم في قبضة قواتكم المسلحة. الحمد لله رب العالمين. النيل الأزرق شغل كبير وشغل فاخر من الآخر. اطمنوا زي ما قلنا لكم، الدمازين اخوي خليفه الله يعزك، الدمازين ثابته باذن الله سبحانه وتعالى، ولو اتوا بتلك القوه 10 مرات لن يستطيعوا الدخول اليها. والان نبشركم انه نحن قريبا باذن الله سبحانه وتعالى منطقه الكرمك ستكون خاليه من هؤلاء الاوباش اللي انتظروا مدد وتم فجخ المدد تماما، والان هم محاصرون، لا مدد يوصلهم ولا عتاد جديد يوصل لهم باذن الله سبحانه وتعالى. وسنوريكم انه ماذا حدث باثيوبيا التي تتآمر علينا، وكيف ربنا سبحانه وتعالى قد يرد كيد الكائدين باذن الله سبحانه وتعالى. نمشي لنيالا، وما ادراك ما نيالا، حيث الفتك والمتك والبل. امس وفي تمام الساعه 7:33 والساعة 7:37 استقبلت نيالا الورود، استقبلت صاروخين ومسيرات استراتيجية. حنفصلها لكم واحدة. هذه الضربات هزت المدينة شرقا وغربا. أما الضربة التي كانت في حي الخرطوم بالليل، أنا طبعا أول مرة أسمع إنه في نيالا هناك حي اسمه الخرطوم بالليل. الخرطوم التي فارقوها وجروا منها دنقاس، لا سفنجة لا الباس. خويا نور أخويا زيكو. نعم، أسموا أحد أحيائها بالنيل حتى تذكرهم توتي وتذكرهم سمك توتي. نعم، الضربة التي حدثت في حي الخرطوم بالليل شمال شرق مستشفى التخصصي يا إخوتي الكرام، برضو حنسردها لكم وحنوريكم ماذا حدث هناك، حيث كان هناك جخمة محترمة. كان هناك اجتماع يا إخوتي الكرام، اجتماع ضم، الله يعزك أخويا نور، اجتماع ضم التعايشي وضم على نقد ودم مكين حامد تيراب ودم أسامة حسن وضم الهالك الفطيس المليشي أسامة حسن عضو الهيئة القيادية بما يسمى بكيان تحشيش. نعم يا إخوتي الكرام، هذا الرجل الذي أوجعهم وجعلهم يصيحون ويصرخون ويندبون حتى أصبحوا يؤلفوا القصص أنه مات في الصفوف الأمامية. أي صفوف أمامية أيها الميليشيا المنهارة. نعم، نيالا تحت المجهر، نيالا نحن نعلم كل ما يهب ويدب فيها. نعم، ونعلم كما قلنا لكم هناك استيك زي ما قال جراد في سروال ما بأدي لكن قعدوا ما هيلو. نعم نعلم باجتماعاتكم، وأنا الليلة عندي لكم يا إخوتي الكرام
يعني مفاجأة من العيار الثقيل. نعم يا اخوتي الكرام، مفاجأة من العيار الثقيل. طبعا هناك تكتم رهيب للحالة بتاعت التعايشي وتيراب ونقود. الآن الناس اللي في الضربة تم نقل الجرحى لمستشفى جبل مرة في نيرتتي، ومن المتوقع انه يعني علاء نقود ووزير الصحة ورئيس الوزراء حكومة تحشيش التعايشي حالتهم حرجة. طبعا في تكتم ومنع للتصوير وحراسة مشددة وجناح خاص، ونحن نتابع بقلق ما يدور هناك ونوافيكم إن شاء الله بالجديد. لكن ليس هذا ما يحدث فقط، ولكن هناك مسألة يا إخوتي الكرام يعني تهزني على ضحكا، وهي مفروض تكون في فقرة الطعمجة، ولكن لسياق الحدث مع بعضه. حوريكم ماذا حدث للعرطيق النتن المليشي علاء الدين نقد الذي ملأ نيالا ضحكا وقهقها. نعم، علاء الدين الذي بعد أن حصلت الضربة وجدوه قارقا في بوله وملابسه قد ابتلت. نعم، أفادنا الاستيك وبعدما يتحدثوه أهل نيالا في القهاوي أن علاء نقد قد أقمى عليه أثناء القصف وتبول في ملابسه نتيجة الخوف والرعب. وأوضح المصادر أن الحاضرين تفهموا وضعه لأنه رجل غير مقاتل ويحتمل على الكلام والقرقرة والجري دنقاس. لكن المسخرة كانت من الجنجويد وبعض المسعفون يعني اللي أسعفوه وأطلقوا عليه يعني لقب سن ناعمة، يعني قالوا ارفع وزن سن ناعمة يا جماعة. وعلق آخرين إنه لا يعرف البندقية كان ذكر ولا كان نتاية. نعم، هذه هي المسخرة التي لاقت وأصبحت حكاية علاء الدين نقد الآن نكتة في دواوين المدينة، وأسأل عنها أهل نيالا إن كنتم تقولون أننا نكذب. نعم، هذا ما حدث يا أخي هشام. لوجدوه قارقا في بوله ويرتعب وقد أقمى عليه من الرعب. نعم، تم إسعافه هو والتعايشي وآخرون إلى مستشفى في نيرتتي يا إخوتي الكرام. وهذه هي نتيجة من يمشي وراء الثقل يا إخوتي الكرام. نجي للصاروخ الثاني، والصاروخ الثاني يا إخوتي الكرام وهو صاروخ مهم، وصاروخ يوريك إمكانيات سلاح الجو، وهذا ما نريد. نعم، طائرة هبطت بمطار نيالا تحمل ذخائر ومؤن لمدة نصف ساعة، وتم سحقها بواسطة الصاروخ السيادة الجوية كأسرع رد موجع للميليشيا الدويلة. حالة من الذعر ووسط المدينة، وانتظروا البكائيات إن شاء الله حتشوفوها في اللايف ده، وحوريكم كمية البكا والعويل لما حدث لهم يا إخوتي الكرام. تلك دي صاروخين. نجي للمسيرات. مسيراتنا في نيالا التي جعلت نهارها ليلا وليلها نهار، استطاعت مسيرات القوات المسلحة من استهداف مواقع للمخازن للوقود وتجمعات للميليشيا وسط نيالا، حيث كان هناك إقلاق لشارع السينما وشارع الضعين، وكانت في اشتباكات بين ارتكازات ومجموعات شفشافة في أطراف المدينة. وجاءت المسيرات لتعم الفوضى في تلك الأماكن وفي مخازن الوقود، مخازن الأسلحة اللي بسببها تم إغلاق مستشفى نيالا لأنه إضراب الأطباء واختطاف الأطباء. آخر طبعا جرائم التي تسجل ضد مجهول إنه بالجنجويد في دولة تحشيش يا إخوتي الكرام. نمشي بعد ذلك. الحمد لله رب العالمين، الله أكبر الله أكبر. مزيدا من الانشقاقات ومزيدا من الانهيار
تأكد لنا بما لا يدع مجال للشك بأن كاودا خارج سيطرة الحلو يا إخوة الكرام. المصادر أكدت أنه دارت معارك عنيفة مساء يوم الأحد والاثنين في داخل كاودا، وتم طرد الموالين لعبد العزيز الحلو. الآن كاودا ليست في سيطرة عبد العزيز الحلو. نعم يا إخوة الكرام، الحمد لله رب العالمين. وما زالت الاشتباكات أيضا متواصلة بين النوير والمسيرية في المدلج، حتى حد قرب يا إخوة الكرام. أسأل الله أن يجعل كيدهم في نحرهم يا رب العالمين. أيضا تأكد لنا يا إخوة الكرام فطينا والدنيا راقت لنا برشومة ذلك المعرق إنه تمت إصابته ونقله إلى مستشفى أبو زبد وسط حراسة مشددة. أفادنا الاستيك بأنه حسين برشم مصاب إصابة بالغة وتم نقله إلى مستشفى أبو زبد في تمام الساعة 10 برفقة 4 من ضباط الماهرية، ووصفوا إنه حالته حرجة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله فطيصا يا رب العالمين، جهنم وبئس المصير. في حدث مهم جدا يا إخوتي الكرام، وأنا ما أعرف إذا الناس تداولته في الأيام الفاتت دي ولا معدينا لنا لايفات بتاعت ردحي. كان في حدث كبير الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وهو تدمير منظومة ومنصة المسيرات بمنطقة الفولة. كان بواسطة سلاح الجو إصابة دقيقة أصابت المنظومة ومنصة المسيرات الحمد لله رب العالمين التي كانت تنطلق منها المسيرات. دي من الأخبار المهمة اللي أنا حبيت أقول لكم. أيضا يا إخوتي الكرام، في ظل الأزمة العالمية للوقود نحن عملنا فيه عملية يا إخوتي الكرام، والله يا أخوي جمال الكون، ضربتين للوقود. نوريكم الضربة الأولى. الضربة الأولى كانت في منطقة كدايدة يا إخوتي الكرام. أكثر من 500 برميل وقود زايل وزايل نعيم كي لم تتبقبقت أصبحت أثرا بعد عين. تعالوا شوف في هذا